احلى صينيه كنافه بالقشطه في البيت بطريقه سهله. قشطه هتطلع معاكي تحفه احسن من اللي تجيبها من بره. طريقه سهله ومقادير بسيطه، هنعمل قشطه مع بعض باحسن وافضل واطعم طريقه. ما تيجي كده نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف المقادير والعظمه دي طلعت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد في فيديوهاتنا في مطبخنا اكيد من بيتي احلى. هنعمل معاكم النهارده كنافه بالقشطه بطريقه سهله جدا جدا وبمقادير بسيطه، وكمان هتطلع معاك ان شاء الله مظبوطه من اول مره. هنحط اول حاجه هنعملها معانا اللي هي الشربات. اول حاجه هنحط ادي كوبايه سكر وعليها كوبايه ونص من الميه. ادي كوبايه ونص من الميه اهي. دلوقتي بقى هرفعها على النار، واول ما تقلب هنحط عصرة الليمون عليها على طول، وهنحط معاها دلوقتي بقى كمان معلقة عسل جلوكوز. ادي كده معلقة عسل جلوكوز اهي انا هحطها فيه ومش هقلب. اول ما تسخن المية هيروح هو فكك على طول. اول ما يقلب بقى هنرجع مع بعض نحط عصرة الليمون ونسيبه بعد عصرة الليمون يقلب من 7 ل10 دقايق مش اكتر من كده. وبعدين بعد كده يطفى عليه على طول. كده العسل بتاعنا هو بيقلب اهو. نحط عصرة ليمونة اهي بس اسيبه يقلب دلوقتي حوالي 7 دقايق، وبعدين بعد كده هدي عليه يسيبه يقلب، وبعدين بعد كده اطفي عليه ويبقى كده الشربات بتاع عندنا جاهز. دلوقتي بقى تعالوا هجهز معانا الكنافه. انا معايا كنافه هي كانت في الفريزر متفرزه، هنقطعها كده بالسكينه كده اهو او بايديكي اي حاجه ماشي. وبعدين نقلب عليها السمنه بتاعتنا نقطعها ونرجع لكم على طول. كده بعد ما عملناها بايدينا كويس قوي اهي ماشي. دلوقتي بقى هنحط عليها معلقتين سكر بودر اهو. لو مش موجود عندك سكر بودر ممكن تحط السكر العادي بتاعنا اهو. معلقتين اهو. السكر بيفرق معاها جدا ماشي. نقلبها بقى فيها كويس السكر. هنقلب السكر فيها كويس قوي كده. وبعدين بعد كده بقى ننزل بالسمنه بتاعتنا. معايا كوبايه سمنه اهي كوبايه سمنه هي سايحه نحطها عليها ونقلبها فيها كويس قوي قوي. هنقلبها قوي قوي وبعدين نرجع نحطها في الصينيه بتاعتنا. كده قلبنا فيها السمنه. اما تعمليها كده بايديكي بصي بتبقى معموله معاكي كده معجونه معاكي كده اهي كده تبقى سمنتها مظبوطه. معانا دلوقتي صينيه مدهونه سمنه. هنجيب الصينيه بقى هناخد نص الكميه دي، هناخد نص الكميه ونحطها فيها ونرجع لكم على طول. كده بنفرد الكنافه بتاعتنا معانا هي متك عليها قوي كده ماشي. وبنعمل لها كده حيطان شويه عشان لما نيجي نحط القشطه بتاعتنا ما تجيش عند الحروف بتاعتها اهي. كده بقى هي كده جاهزه اهي. نبدا بقى نجهز القشطه بتاعتنا. هنجهزها مع بعض دلوقتي وبعدين نحطها عليها. انا دلوقتي كوبايتين من اللبن اهو، اللبن البلدي بتاعنا. هنحط عليهم 3 معالق نشا. 3 معالق بس نشا هما ماشي. مع 3 معالق نشا دول هنحط معلقه كريم شانتيه اهي تخليها جميله جدا جدا. مش هنحط سكر طبعا ولا حاجه علشان كده الكنافه بتاعتنا فيها سكر. هنقلبها بقى وبعدين نرفعها على النار. نقلب بقى فيها كده لحد ما القوام بتاعها يبدا يتقل. نرفعها على النار على طول نحطها على الكنافه بتاعتنا. كده كده القوام بتاعنا كويس جدا. هنحط علبه القشطه اللي معانا دي عليها لو متاحه، مش متاحه خلاص هنحطها كده. والكنافه والقشطه بتاعتنا لسه سخنه نقلبها فيها اهي خليها حلوه جدا جدا جدا. بعدين هننزل بقى بيها على الكنافه بتاعتنا اهي. شوف القوام بتاعها كده جميل كده. شوف قوامها حلو قوي قوي قوي. نحطها بقى ونخلي بالنا ما تجيش على الحروف بتاعتها. هنفردها فيها ونسيبها 10 دقايق بس نعرف نحط الطبقه اللي على الوش. كده بقى طبقه القشطه بتاعتنا بردت اهي 10 دقايق بالظبط. هنحط عليها بقى طبقه الكنافه التانية نوزعها عليها كده. بعدين نحطها في الفرن. هنفردها عليها كلها بعدين ارجع لكم على طول. كده فردنا الطبقه بتاعت الكنافه بتاعتنا التانية اهي. ما تضغطيش عليها قوي
فردناها يا دوبك، فردناها كده وضغطنا عليها بسيط عشان تبقى المهم. بس دلوقتي بقى هنحطها في الفرن واوريها لكم اول ما تطلع. دلوقتي صينيه الكنافه بتاعتنا خلصت اهي، شكلها عامل ازاي، جميله جدا. هنعملها دلوقتي، هنسقيها بالشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا تقيل اهو، هنسقيها بالشربات اهو. خلصها كده وبعدين نقطعها معاكم. كمية الشربات دي حلوة جدا، كفاية ليها. وبعدين هنقطعها معاكم على طول اول ما تهدى شوية كده. كده شكل الكنافة بتاعتنا. نقطعها بقى معاكم، نطلعها كده ونشوف شكلها عامل ازاي. شوف شكل الكنافة عاملة ازاي، جميلة 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 جميلة. احلى كنافة بالقشطة. شوف شكلها عامل ازاي، روعة. كده الكنافة بتاعتنا هي، شوف القشطة بتاعتها عاملة ازاي، جميلة اهي، جميلة جدا جدا ومظبوطة وقشطة تحفة. احسن ما تجيبها من بره، تعملها في البيت بكل سهولة بمقادير سهلة جدا، والطريقة بتاعتها كمان سهلة. وكده خلصناها معاكم، ويا رب تكون الطريقة عجبتكم. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة، في اكلة جديدة، في مطبخنا اكلتين بتي احلى.